وألو آخر. ألو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك يا مهند؟ تمام الحمد لله، شلونك؟ إن شاء الله بخير. الله يعزك يا غالي. الله يسلمك ويخليك. منو أنا؟ النوع طائفية بس تقدر تسميني بلا اسم. النوع طائفية بس أقدر أسميك بلا اسم؟ كيفش تريدين أنه لو تريدين بلا اسم؟ شي عجبك؟ بلا اسم أحسن. يلا يا بلا اسم ولا يهمك. أنا تمام الحمد لله. شلون؟ منين أبدي؟ منين تبدين أكثر شغلة توجعك؟ أكثر شغلة يعني؟ إنه أكره تاريخ 15/2/2017. 15/2/2017 يعني قبل 3 أيام. اتوفى حبيبي. الو. وياك. يعني اكو اكثر من هيك شيء توجع بعد بالحياة؟ لا والله ماكو. الله يكون بعونك والله يرحم حبيبك يا رب ويسكن فسيح جناته. بس خلي بالك شغلة وحدة، هو كان يحبك وانتي مبتسمة وانتي فرحانة وانتي تضحكين، فلا تخليه بقبره ويشوف حبيبته بهاي الصورة وهاي الدموع. مستحيل راح يتحمل. مستحيل راح يتحمل. أنا بعرف من قدرة برنامجك لحظة لحظة، بس أحس الدنيا عبارة عن جد، لأنه هو كان ضحكتي ونفسي. بدي أكون مجتمعنا أكون إنسان مثله، طيبة القلب، بأخلاقه، باحترامه، بتقديره، بحبه، بإنسانيته. حسيت كثير مات، وفوق كل هذا أهلي يقولوا لي أنت اللي موتي، هو بسببك. زين أنا شنو ذنبي إذا إجا خطب وأهلي ما قبلوا؟ شنو ذنبي أنا توسمت بأهلي، وصلت المرحلة قعدت كلهم قلت لهم أنا يعني هو رايدني، وإذا بغير منطقة وإذا بمحافظات، أهم شي أنا سعادتي. بس شنو البدايات؟ أخوي خاضمني حكي ما أعرف شنو هو. أقول لهم بس دلوني قبل، بس خدر الحنان بقلبي. هي بس ليلة ما حكيت وياه، هو 14/2 احنا حكينا، صبحنا 15/2. شو جيت على الواتساب ما دارت رسالة، هو أول ما يفتح عيونه يجيب لي رسالة: حبيبي كان قاعد يلا قعد، بتجوز بعد نايم ما قلت رسالة. بقيت 11 مغلق، بتجوز طافي شحن جوين أهله. هو تقريبا صار له 2 شهر حتى شغل ما قاعد يطلع. أقول له ما أفكر أطلع، أنا منتظر بس تليفون من عندك إنه بيوم تخابرين وتقولي لي أهلي وافقوا وتعالي. كوني مثل ما كان يتمناك أن تكوني. كنت على الفيسبوك لأنه عيفت، واتساب ماكو وكل البرامج ماكو. أنا دربي ما يلتق على الفيس، فقلت على الفيسبوك لقيت صديقة ناشر له، ضحكت قلت أكيد شقة. عرفت له واتساب أقول له مين تعال، يقولون عليك مين، ودربي تبي توفني. أفوت على أخوه الصغير حاشاني قام يبكي، قال لي والله البارحة اختلف، العفو وجوع دم ومات، والله هو كان مات وما حد يدليني هو وين. توسمت بيه يقول لي ليش لا قلبك، ما أدري شنو أسوي. الله يكون بعونك، الله يكون بعونك. بس مثل ما قلت لك كوني
مثل ما هو كان يريدش أن تكونين. ابتسمي، حاولي بس ما تأذي روحش، لأن هو حبيبك بعمره وبحياته ما رادش أن تكونين بأذية. سعيد جدا باتصالك، ويا رب الله يصبرك إن شاء الله ويسكن حبيبك في فسيح جنات. كان يا مليون.